السلام عليكم ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة، ويلقاكم هذا الفيديو وانتم على خير إن شاء الله. قبل ما نشوفوا الوصفة تاعنا تاع اليوم، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لليوم العالمي للمرأة، نتمنى لكل مرأة يعني على وجه الأرض عام سعيد، وإن شاء الله يعني كل عام وانت بخير. وهذه هي يعني إن شاء الله تكونوا بخير. نروحوا للوصفة تاعنا. بالنسبة للوصفة هنايا هذه للمملحات يعني سهلين. نروحوا يعني للطريقة. عندي كاس تاع حليب يكون دافي. شوفوا الحليب تاعي راني مسخنته يعني بزياده هكذا، باه كي نضيف عليه المكونات الاخرين ما يدفاليش بالخف. نضيف مغرفه كبيره نتاع خميره الخبز، كذلك مغرفه كبيره نتاع السكر. هنا عندي واحد الكاس تاع فرينه، هنا هذه الملعقه يعني اللي نستعملها انا باه ندير بها الفرينه، يعني ملعقه شويه كبيره. ترفد تقريبا كاس. نجيب هنا الفوي، نخلط هذو المكونات، نخلطهم مليح، ومن بعد نغطي عليهم ونخليهم مدة 5 دقائق حتى هذيك الخميرة تاعنا تتفاعل. شوفوا بعد مدة 5 دقائق ولا أقل تشوفوا بلي هذيك الخميرة تاعنا تفاعلت مع هذيك الكمية القليلة نتاع الفرينة. نجيب هنا نعاود نخلطها بالفوي ونضيف عليها بقية المكونات اللي هي ربع كاس تاع الزيت. أنا دايما نستعمل هذاك الكاس اللي يرفد 220 مليلتر. عندي هنا بيضة والصفار يعني، ومن بعد نستحقوا نخلط كذلك المكونات بالفوي. هنا بالنسبة للملح عندي واحد نص مغرف كبيرة. نخلط مليح المكونات هذوك، الزيت والبيض نخلطهم هكاك مع هذاك الخليط الاول، ومن بعد نحط الفوي بجيه ونبدا نضيف الفرينه. هنا نضيف الفرينه حتى نتحصل على العجينه متماسكه وتكون يعني تتلاصق في اليد هكذا، باه المملحات تاوعنا يجونا خفاف ويجونا طريين. شوفوا يعني نضيف الفرينه بالعقل. هنا دايما نقول لكم باللي الفارينه يعني انواع، ماشي كيف ما بنعطيكم المقادير. ربما يعني الفارينه اللي عندك ماشي كيما اللي عندي. هنا تبقاو تضيفوا في الفارينه حتى تحصلوا على عجينه القوام تاعها كيما راكم تشوفوا. هكا يعني عجينه متماسكه بصح تتلاصق يعني باه تجينا طريه. هنا في الاخير نضيف كميه تاع الزيت هكا باه نلايم العجينه تاعي. ما تبقى ليش كامل لاصقه في الريسيبيون. هنا شوفوا العجينه تاعي ماهيش تلصق كامل في اليد. هكا نكورها بهذا الشكل، نعاود نغطيها ونخليها تخمر. لازم تغطوها وديروها في مكان يكون دافي. نروحوا نخدموا الحشو. هنا بالنسبه للحشو عندي مقله ندير فيها كميه تاع الزيت، عندي حبه تاع بصل كبيره نقطعها بهذا الشكل كيما راكم تشوفوها. كنحاول نرققها يعني القدر المستطاع. نقليها مليح، ندير لها نار قليله نقليها، ندير لها شويه ملح. كي نشوف هذاك البصل دخلوا طياب يعني دخلوا الطياب تماما، نضيف هنا زوج فصوص تاع الثوم، ومن بعد الثوم يعني بالخف يعني يطيب. نضيف هنا عندي نص صدر تاع الدجاج. راني مقطعته هكا، نحاول نقطعه الى مربعات صغيره كذلك هكذا، ونبقى نقلي فيه كي نشوف هذاك الدجاج يعني دخلوا طياب. هنا عندي زوج حبات تاع زرنديه راني مسكرفجتهم في الرقيق، ونبقى هكا نقلي فيهم مع بعض حتى نشوف هذيك الزرنديه طابت. نضيف هنا عندي كميه تاع الفلفل الكحل. الملح قلت لكم يعني درت مع الاول مع البصل، ونبقى هكا نقلي غير بالعقل حتى يعني هذو المكونات بالخف يطيبوا. في الاخير عندي كميه تاع المعدنوس. هنا الحشو تاعي راه طايب، نخليه يبرد نولي للعجينه. هنا شوفوا العجينه يعني في الوقت اللي رحت درت فيه الحشو هذيك العجينه تاعي خمرت مده يعني 20 دقيقه حتى 25 دقيقه. شوفوا يعني خمرت ما شاء الله، لانه المكان هنا عندي راه دافي، لا كويزين راهي دافيه. شوفوا نرفدها هكا، ما نحاولش يعني نهبط لهذاك الخمور كامل، نحطها على البلون دو طرافاي. شوفوا العجينه تاعي راهي ما شاء الله، قلت لكم يعني طريه وفي نفس الوقت ماهيش تلصق. نجيب هنا الكوبات ونقطعها. هنا هذه الكميه اللي درناها اليوم تدير لي 10 خبزات. شوفوا يعني بالحجم، يعني حجم يكون متوسط. هذا هو الحجم يعني قلت لكم هذه الكميه يعني هذه العجينه اللي درناها اليوم تدير لي 10 حبات متوسطين.
راني نوري لكم هنا كيفاه تديروا هذوك الخبيزات بهذا الشكل. شوفوا عادي يعني تحكموا هذيك القطعه، ومن بعد شوفوا كيفاه الطريقه هذه باه تكوروا العجينه تاعكم وتجيكم يعني مكوره هكا، باه ما كي تجوا تخدموها تخدم لكم مليح. هنا بعد ما كورتهم قلت لكم جاوني 10 خبزات، نغطي عليهم بالبابي فيل ونبدا نخدم مباشره، مانيش رايحه نخليهم يخمروا. نرفد بالوحده والاخرين راهم مغطيين. راني موجده الحشو، عندي شويه فرماج غابي باه نخدم به، وهنايا عندي شويه زيت راني رايحه نخدم بالزيت. شوفوا ندير يدي في شويه زيت ونفتح هذيك الخبزه، نحاول نفتحها بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه على شكل دائري. نرفد كميه من الحشو. شوفوا صدقوني هذا الحشو يجي فيه هذه المملحة عنده واحد البنة من أروع ما يكون. غير جربوه. هذيك الإضافة نتاع الزروندية تعطي له واحد البنة بزاف شابة. هنا شوفوا كيفاه راقبوني يعني هنا كيفاه نغلق المملحة، ولكن نأكد لكم هنا يعني على حاجة برك، المملحات هذو لازم تغلقوهم مليح، حاولوا كيفاه تغلقوهم مليح. نزيد نخدم معاكم خبزة واحدة أخرى باه تفهموا. دائما هنا قلت لكم ندير غير شويه زيت هكا في يدي، ميم في البلان دو طرافاي ندير شويه زيت نفتح هذيك العجينه. شوفوا يعني العجينه يعني تالمون شابه وخفيفه. كي بديت نخدم هي راهي تخمر هكذا، نفتحها بشكل دائري ومن بعد نرفد شويه حشو. نعطيكم ثان يعني الاخرى على الحشو. هنا الحشو تاعكم السر نتاع الحشو يعني باه يجي بنين هو البصل كي تكون كميه يعني كبيره نتاع البصل وتقلوه يعني تعطولو وقته في التقليه. هنا البصل نقصولو وخلوه يتقلى، هو اللي رايح يعطيكم البنه في الحشو تاعكم، يعطيكم بنه كما قال لك ناس زمان الا حبيت العسل كثر البصل يعني هو اللي راح يعطيكم ذيك البنه الشابه في الحشو. اما بالنسبه للمكونات الاخرين اللي تضيفوهم للحشو، تبغوا تضيفوا اي يعني مكون يكون عندكم، تبغوا حتى الكورجات تبغوا هكا تسكرفجوها كيما اليوم ضفنا ازرنديه. هنا يعني تدخلوا هذو الخضر اللي ما يحبوش الدراري ياكلوهم، ولكن كي تدخلوهم مع حشوات كيما هكا صدقوني يجوا بنان ويجوا يعني من اروع ما يكون، ما يحسوش بهم كامل الدراري وياكلوهم ويعجبوهم. هنا شوفوا قلت لكم يعني حاولوا كيفاه تغلقوا المملحه هذيك مليح من الاخر باه كي يطيبوا ما يتفتحوا لكمش. شوفوا هنا راني دايره ورق الطهي هكذا باه ما يلصقوليش، لانه يعني كي نديروا هذاك لا دوغور من الفوق كاين شتو يعني يلصقوا لكم الحبات، ولا يعني ديروا شويه الا ما عندكمش ورقه طهي دهنوا السنيوه تاعكم بالزيت هكذا باه ما يلصقوا لكمش. في الاخير هنايا شوفوا كملت قلت لكم جاوني 10 حبات. نجيب هذاك الصفار درت فيه شويه حليب، مسحت كامل على هذوك المملحات من الفوق ودرت لهم هنا شويه زرارع. ديروا يعني ديروا جلجلان، ديروا سانوج، ديروا حب طيبه، الشيء اللي كان عندكم. شوفوا كي نكمل كامل يعني نخليهم شويه يريحوا غير شويه، بيد ما يعني الفرن تاعي يسخن نديهم يطيبوا. هكذا كي تشوفوهم تنفخوا وطابوا لكم من تحت شعلوا لهم من الفوق يتحمروا، راهم يطيبوا لكم يعني من اروع ما يكون. شوفوا هنا بعد ما طابوا فتحت لكم يعني وحده، شوفوا هنا مباشره كانوا سخونين. ما قدرتش مامبا يعني نفتح لكم هذيك المملحه لانه كانت سخونه، بصح جاو يعني واحد البنه من اروع ما يكون. هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم ونالت رضاكم وتجربوها. شعال مليحة يعني هذه المملحة تاكلوا بها الشوربة في رمضان. شوفوا صراحة أنا هذو المملحات نبغي ناكلهم مع هكا انجي هكذا في الفطارة، ماشي في رمضان، ولكن في رمضان ناكلوه بهم الشوربة، ولكن هكا في الفطار نبغي أنا نديرهم ونتناولوهم غير بالجي، يعتبروا كوجبة كاملة. مع السلامة وإلى الملتقى.